الجلاش مش بس بقلاوة ومش بس مسكر. لا، الجلاش برضو في منه حادق وفي منه حلو. عايزين تعرفوا الطريقة؟ تابعوا معانا الفيديو للآخر وانتوا تعرفوا طريقتنا ازاي. لو جربتوا طريقتنا مش هتعملوا الا بيها من هنا ورايح. تشوشوا اللايك والشير وكومنت حلو زيكم، وكل سنة وانتوا طيبين. ويلا بينا عشان نشوف الفيديو مع بعض. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده هنعمل جلاش. جبنا الصاج اللي هنعمل في الجلاش، مسحناه بشويه زيت، وبعدين جبنا حطينا جلاش فرناه كويس، وبعدين هنحط رشه زيت. طبعا عندك فرشه امسحي، انا ما كانش متاح. المهم بين كل واحده جلاش يعني ورقه جلاش تمسحي مسحه زيت خفيفه كده. وبعدين هنا احنا كان عندنا شويه جلاش متكسر عشان كنا حفظناه في الفريزر بطريقه غلط. هنرميه؟ لا طبعا، فردناه وفكيناه من بعضه وفردناه كانها رقه او رقتين جلاش. يعني عملنا حساب السمك بتاعه ان هي تقريبا كاننا حطينا ورقتين جلاش. فردناه طبعا بطريقه كويسه عشان ما يعجنش، وهنحط كميه الزيت المناسبه ليه. نخلي بالنا انت بقى لو ورقك سليم هتحطي واحده جلاشه، يعني شريحة جلاش او ورقة جلاش، وهتمسحي مسحة خفيفة زيت واحدة، وهتمسحي مسحة خفيفة زيت. انتي مثلا عندك لفة، هتعملي لفة هتحطي نصها تحت ونصها فوق والحشوة في النص. احنا بقى هنا هنفرده بطريقة من حيث ان احنا برضو مش هنرمي الحاجة، وعشان نقتصد وعشان نوفر، والحاجة مش هترتمي عشان حرام. يعني هي تصلح، يعني كل انسان بيفكر عشان مش حاجة ترتمي عشان حرام، والحاجة غالية اليومين دول ولازم نخلي بالنا. هنا حطينا رشة الزيت المناسبة. اعتبرناها ان احنا كده حطينا 3 ورقات. هحط كمان ورقة جلاش، ورقة مسحة زيت، ورقة مسحة زيت، ورقة مسحة زيت. عشان ايه؟ يطلع كده هش وحلو وما يطلعش مكتوم او متعجن. ومسحة زيت خفيفة بالفرشة بايدك. احنا كده خلاص حطينا نص كميه الجلاش تحت. هنجيب الحشو، دي اللحمه المفرومه اللي احنا عملناها معاكم وزودناها بشويه البرغل. بعدين هنحط كمان ايه معاها. هنجيب الفلفل احمر، فلفل اخضر هتزودوهم، وشويه بصل مثلا طازه تقطعوها مربعات عشان يعني ايه تدي نكهه كده جميله. عايزين لحمه مفرومه بس براحتكم، عايزين تحطوا جبنه موتزاريلا براحتكم، عايزين تحطوا حشوه البيتزا اللانشون باللي انتوا بتحبوه ممكن تحطوه في الجلاش من جوه في الحشوه. انا هنا هحط اللحمه المفرومه اللي انا كنت مسبكاها معاكم، وهقطع عليها فلفل احمر مربعات وهحط عليها. بعد كده هجيب بقى اكمل بقيه الجلاش الموجود معايا، وبرده هعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها في الاول. هحط جلاش ومسحة زيت. تقريبا انا بحط معلقه ونص او معلقه زيت وبمسحها وبعملها بايدي، بس انا ما بجيبش في التصوير. عندك فرشه اعملي بالفرشه. يعني انا بفرد الزيت اهو، شوفون، فانا فردته بصوابعي كده. مسحت في الورقه كلها عشان تبقى الورقه كلها ممسوحه فيه، عشان تدي القرمشه الحلوه، وكمان ما تعجنش وتدي الهشاشه بتاعتها. نفس الخطوات اللي عملتها في الاول. ورقة جلاش، مسحة زيت، ورقة جلاش، مسحة زيت، لعند ما اخلص الكمية اللي معايا. يا جماعة الجلاش ده انا بجيبه من عند الراجل بالكيلو، تمام. الكمية دي اللي انا عملتها كان كيلو الا ربع. وهقول لكم دلوقتي الصوص اللي انا هحطه عليها ايه، والكمية ايه بالنسبة للكيلو ربع، كيلو الا ربع جلاش. انا خلصت كمية الجلاش كلها. حطيت نص كمية تحت ونص كمية فوق، وبين كل رقه ورقه بمسح مسحه زيت خفيفه. هنا انا خلصت هقطع. ايوه هتقطع عشان لما هعمل الصوص يدخل بين طبقات الجلاش ويستوي، ما يكونش عباره عن ورق عجين مش مستوي. هنا انا قطعته. هحضر معاكم الصوص وهوريكم الصوص هعمله ايه. بس يا جماعه ده لكميه كيلو الا ربع جلاش. حطينا بيضتين، عايزه تحطي بيضه واحده براحتك. حطينا بيضتين، حطينا مكعب ماجي فتفته طبعا عشان يدوب كويس، مش يكب في حته واحده بس يبقى مملح وكده. برشه بيكنج باودر ده عشان تدي هشاشه للجلاش. فلفل اسود عشان البيض والزفاره وكده. وهحط كوبايتين ونص لبن. عايزه تحطي كوبايه لبن وكوبايه ونص شوربه. دي بالنسبه كيلو الا ربع جلاش. انا هقلب كويس عشان البيكنج باودر يدوب، وعشان لما يدخل بين الجلاش كده يديله هشه زي هشاشة الكيكه كده، يبقى محاشش ومش مش مكتوم.
هنا هحط كيلو، هحط كوبايتين ونص لبن. عايزين تحطوا يا جماعه النص كميه لبن نص كميه مرق براحتكم برضه. هنا يا جماعه اهو هاخده وهحطه على الجلاش اللي انا قطعته. ليه انا بقطع الجلاش؟ عشان الصوص يخش بين طبقات الجلاش ويسويه، مش يبقى كده كأنك حاجه ناشفه حشفه مش لها اي طعم، لا تخلي كمان الجلاشيه كده طعمها حلو وكأنك بتاكلي بيتزا، مش كأنك بتاكلي حاجه بتقرمش وخلاص. لا احنا قطعناه عشان الصوص يخش جوه ويسويه ويبقى جميل. هنا اهو هياخد كيلو لبن، هنصب ممكن الصوص عليه عادي، وبالشوكة كده هدخل بين الطبقات وهميل الصاج كده يمين وشمال عشان يخش في جميع النواحي. شوف بهز اهو عشان خاطر يخش في جميع النواحي. بالشوكة هنعمله اهو كمان عشان نساعد بس، ونخلي بالنا برضه عشان مش نبهدله. هندخل الصوص بين الجوانب كده، ولازم تدهنوا الصاج كويس يا جماعه قبل ما تبداوا خالص. ادهنوا الصاج او الصينيه اللي هتشتغلوا فيها زيت كويس كويس عشان مش يلزق ويسهل عليكي وانتي بتطلعيه بعد ما يستوي. احنا خلصناه قصدي. هندخله الفرن وهنولع فوق وتحت فرن الكهرباء على درجه عاليه، وهندخله الفرن وهنخلي بالنا منه لعند ما يتحمر التحمير اللي احنا عايزينه ومحتاجينه. انت هنا عايزه تحمري الجلاشه وتدي التحميره الحلوه، حطي عليها رشه زيت تدي التحميره وتدي لون حلو. حطي رشه زيت، معلقه سمنه، معلقه سمنه نباتي، معلقه زبده، سمنه بلدي، اللي هواكوا فيه حطوه، اللي انتوا مرتاحين فيه حطوه. وهندخله الفرن. بصوا يا جماعه احنا عملنا كمان هنا جلاش بالجبنه. ماشي، مره تانية هنبقى نصوره معاكم. وحطينا اللبن برضه اهو وغلغلناه جواه، مش رشه وخلاص يعني. لا، الكل ربع خد كوبايتين ونص لبن. هنا اهو يا جماعه بعد ما طلع الفرن ما شاء الله تبارك الرحمن، تحس انك بتاكلي بيتزا. عايزاه بيقرمش ما يكونش فيه الطراوه مثلا، انت قللي نسبه كميه الصوص اللي انت بتحطيها، بس هي ديت النسبه المظبوطه للكيلو الا ربع جلاش. متنسوش اللايك والاشتراك، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون ضيفه خفيفه لطيفه عليكم واكون بعرف اوصل المعلومه ليكم. بس ارجوكم فضلا وليس امرا حطوا اللايك.